ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه الاخبار؟ لو عاوزين اكله سهله وطعمها يجنن يبقى الفيديو ده معمول مخصوص ليكم. النهارده هنعمل مع بعض شيش طاووق متبل على اصوله، مع خضار مشوي يفتح النفس ورز بسمتي مفلفل يكمل الوصفه الجميله دي. لان وصفتنا النهارده بسيطه جدا ومش تاخد معاكم وقت نهائي، وطبعا تمشوا معايا خطوه بخطوه لحد ما تطلعوا الاكله اللي بجد تشرفكم. شايفين الجمال يا جماعه؟ تعالوا نبدأ مع بعض الفيديو ونسمي الله. اول حاجة كان معايا 3 من صدور الفراخ، دول معادل كيلو من صدور الفراخ. هنغسلهم كويس جدا بدقيق وبليمون، وطبعا معلقة زنجبيل كده عشان نحوش الزفارة. غسلة محترمة بجد، وياريت كمان ننقعهم حوالي نص ساعة او 3/4 ساعة قبل ما نشتغل فيهم. وبعدين نحطهم في مصفى يصفوا كويس جدا، يصفوا كل المية اللي فيهم. احنا مش عايزين مية خالص في الصدور بتاعتنا. نحاول قدر الامكان ننشفهم حتى لو بمناديل المطبخ. بعد ما نغسلهم كده ونصفيهم في المصفى، ممكن نحطهم في مناديل المطبخ كده، او ان احنا نطبطب عليهم كده بمناديل المطبخ بحيث ان احنا ننشفهم زي ما تكوني بتنشفي كده حاجه بمناديل او بفوط المطبخ. نشفيهم كويس جدا، وبعد كده على البلانشه بتاعتك تقطعيهم مكعبات زي ما انتم شايفين. تحاولوا قدر الامكان مكعبات تكون قد بعضها، عشان طبعا لما نيجي نحطهم في العيدان بتاعتنا تكون كده شكلها حلو، ما يكونش واحده رفيعه واحده تخينه. احنا عايزين كله معادل بعضه. نقطع الكميه اللي معانا تقطعها كده مكعبات جميله كده زيكم، وبعدين نشتغل بقى في التتبيله على طول. بس طبعا لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسونيش بدعوه حلوه من قلبكم، ولكم بالمثل طبعا اضعاف مضاعفه. ولايك للفيديو الحلو ده، شجعوني كده بلايكاتكم الجميله وبكومنتاتكم الاجمل. زي ما انتم شايفين بعد ما قطعت طبعا الفراخ بتاعتي، قطعتها تقطيع مكعبات كده معقوله. وبعد كده جبت الكبة بتاعتي، نزلت بالخضار بتاعي، بصل، بصلتين وطماطميتين وقرنين فلفل وجزرة كده نقطعها حلقات. وننزل بقى يا جماعة بالمكونات اللي هتخليه طري كده وجوسي وجميل. كوباية من الزبادي ومعلقتين من المستردة. زي ما انتم شايفين الخطوة ماشياها معاكم، يعني خطوة بخطوة الوصفة ماشياها خطوة بخطوة عشان منساش حاجة. معلقتين من الكاتشب. يعني الوصفات كلها سهلة وجميلة، وبجد هتاخدي نتيجة هايلة جدا. انا مش عايزة اتكلم قبل ما حاجة تيجي عشان خاطر نمشي خطوة بخطوة مع بعض. هنا نص الليمونة، نعصر نص الليمونة دي بتديها طعم خطير جدا. يعني مفيش حاجة في الوصفة دي نقدر نستغنى عنها يا جماعة خالص. هنا نحط معلقتين من الخل، ونبدأ بقى نجيب البهارات بتاعتنا المشكلة الجميلة. وما ننساش معلقتين من الزيت لان هيدوله لون كده خطير. وهنا حطيت معلقة من دبس الرمان، ومعلقة من صويا صوص غامق او صويا صوص فاتح عادي. لو عندك اي صويا صوص حطي عادي خالص، يعني مش شرط ان احنا نعقدها على بعض. وانتوا عارفين الناس حبايبي طبعا اللي متابعيني اخواتي في الله، عارفين ان انا بستخدم بهارات من ويلز. دي يعني بالنسبه لي البهارات المفضله، لانها تركيزها مش عالي قوي ولا قليل قوي، في الوسط كده، فبحبها بصراحه. حطيت معلقه ونص من بهارات ويلز للشيش الطاووق، وحطيت معلقه توم باودر وبصل باودر، معلقه بابريكا، معلقه جنزبيل، معلقه 7 بهارات، ومعلقه ملح طبعا، ومعلقه فلفل اسمر. يعني نظبط كده البهارات بتاعتنا. خليت شويه بهارات كده مشكله جمال، وبحيث برضو ان احنا ما نكترش عشان ما نغيرش طعم الاكل، لان كتر البهارات بتغير طعم الاكل. هو ده اللي انا حطيته خالص. وبعد كده فرمت المكونات دي كلها في الكبه بتاعتي. زي ما انتم شايفين، ما عندكيش كبه ممكن تشتغل يعني عادي خالص بالخلاط، بس تحاولي بقى تليني الخلاط بالمعلقه وتقلبي، عشان خاطر احنا مش عايزين نحط ميه. احنا حاطين المكونات دي بس بدون اي سوائل، هي هتنزل عصارتها وهتعمل لنا كده خلطه سحريه جميله. هتاكلي احلى واطعم شيش طاووق، احلى من المحلات نفسها. حاجه كده من صنع ايدينا. يعني احنا عارفين كده، احنا كأمهات بنحب نعمل حاجه لاولادنا بحب كده، بتكون حاجه كويسه جدا، يعني مفيش اطعم من كده. نبدأ نحط المكونات دي كلها على بعضها زي ما انتم شايفين كده، يعني حوالي 3 4 ساعات في التلاجة لو انتي هتعمليها في نفس اليوم. يفضل جدا كمان انك لو هتعمليها قبلها بيوم، يبقى يعني هتاخدي نتيجة اطعم واطعم وهايلة جدا. انا من النوع اللي بحب اتبل الفلفل الالوان بتاعي والبصل مع الفراخ. يعني بحب اتبل كده التتبيله مع بعضها، واسيبها كده تتغلغل في بعضها حوالي برضو نص ساعه بعد طبعا ما طلعتها من التلاجة. يعني انا طلعت التشكيله الجميله دي كده من التلاجة، وبعد كده سبتها حوالي نص ساعه برضو في بعضها كده قبل ما احطها في العصيان بتاعتي.
نغطيها بقى ونسيبها كده على جنب على الرخامة لو انت في الشتا عادي خالص، او تدخليها برضو التلاجة كمان نص ساعة. يعني انا مبحبش احط المكونات دي كلها مثلا مع بعضها يعني مع الفراخ، لاني بخاف الفلفل يزرد ميه يعني يزرد ميه ويضيع لي طعم التتبيله. انا بس بحط الفراخ عادي خالص في التلاجة 3 4 ساعات، وقبل ما بشتغل بنص ساعه بخرجها واحط برضو الخلطه دي معاها كده بحيث انها تشرب من بعضها، وبعدين ارجع بقى احطها في العصيان بتاعه الشيش. هنا بلا العصيان قبلها برضو بنص ساعه عشان خاطر اللي ما تحرقش مني في الفرن، والخلطه ما يعني ما تلزقش فيها، او الفراخ ما تلزقش فيها. يا رب اكون وصلت لكم المعلومه اللي انا عايزه اوصلها لكم. فاهميني انتوا اكيد فاهميني يعني. اول حاجه بقى جبت العصيان بعد ما حطيتها حوالي نص ساعه كده في قلب الميه عشان خاطر ما تتحرقش مني في الفرن، وبدات انزل بقى طبقه واحدة طبعا من البصل، واحدة من الفلفل، واحدة من الفراخ، وكذلك يعني تنوعي بقى كده فلفل الوان، فلفل اصفر، فلفل اخضر مع بعض وكده، هتلاقي عملت احلى ميكس كده وشكل فعلا يجوعك من قبل ما تسويه. شايفين الجمال؟ حاجة فعلا عظمة. يعني كمان المساحة معايا في التصوير ما كانتش مدياني بصراحة حقها خالص، بس انا بحاول اوصل لكم كل خطوة بعملها، او بحاول اوريكم كل حاجة بعملها. فما تبخلوش بقى عليا بلايك للفيديو واشتراك في القناة لو اول مرة تشوفوني، ويا رب يكون المحتوى بتاعي بيعجبكم. شايفين يا جماعه؟ تحسوا كده ان هو بيتكلم عن نفسه، الواحد كده وهو بيعمله جاع فعلا من قبل ما يسويه. صدقوني مش هتبطلوا تعملوا الخطوه دي، مش هتبطلوا خالص تعملوا بصراحه الشيش بالطريقه دي. الله بجد يا جماعه الجمال. شايفين طبعا الجمال؟ بعد ما خلصت الكميه اللي معايا، الباقي بقى التتبيله دي مش هنرميها، يعني محدش كده يستهتر ويقول لا هرميها بعد ما تخلصي كده الخلطه الجميله دي. شايفين الجمال؟ دي بقى مجموعة كده او تشكيلة من الخضار، إيه، بطاطس على جزر على طماطم على بصل على فلفل، ننزل عليهم بمعلقتين 3 اللي فضلوا مننا من التتبيلة، نتبلهم كده بيهم برضو. عايزه اقول لكم لو عايزين تعملوا شيش طاووق من غير خضار عادي جدا، هنجيب صينيه برضو ونحط فيها ورق فويل، وبعدين نجيب صاجه او اللي هي الصاجه بتاعه الميكروويف او صاجه الفرن الصغيره، ونحطها ونبدأ برضو نرص عليه الشيش طاووق عادي جدا، بس نحط في الصينية بتاعتنا كوبايتين مية، ولو صينية ألمونيا هنزود كمان معلقتين خل عشان خاطر ما تزرقش معاكي الألمونيا. ده في حال لو مش تعملي الخطوه بتاعه الخضار دي، لكن انا بحب اعمل خطوه الخضار لان انا بحب اكله بصراحه. خضار المشاكل ده بحبه جدا. عملنا طبعا المكونات دي كلها زي ما قلت لكم، البصل والجزر والبطاطس والطماطم والفلفل مع بعض، وتبلناهم تتبيله كده محترمه، وبعدين نزلنا بالشيش طاووق. وقبل ما نحط الشيش طاووق طبعا ننزل بنص كوبايه من الميه او 3/4 كوبايه من الميه لو انت حابه ان هي يكون فيها ميه زياده. انا بصراحه بحب ان هي يكون فيها ميه زياده لاني بحب اكلها كده مع الاكل، فانت لو مش حباها ناشفه حطي نص كوبايه بس، هتطلع معاكي جميله جدا. الناس بقى اللي مش بتحب الخضار مع شيش طاووق زي ما قلت لكم اعملوها على الصاجه بتاعه الميكروويف، وتحطوا عادي فوق الصينيه بس من غير اي خضار تحتها. ويا ريت طبعا نحط كوبايتين ميه في في قلب الصينيه عشان الصينيه طبعا ما تحرقش منكم، مع معلقتين خل. نحطها في الفرن بقى كده، حطيناها خلاص في الفرن، لا بقى نروح نعمل بقى شويه الرز البسمتي المفلفل الجميل اللي هتخلي اي حد يدوقه بجد اطعم جدا جدا من المحلات. اجمل حاجه ان احنا نعمل الحاجه كده في البيت. احنا مفيش مانع ان احنا في مره كده نروح ناكل في المحلات طبعا لو احنا في خروج ولا كده، بس الواحد والله بياكل في بيته بأريحية كده، بيحس ان الحاجه معموله ومضمونه. فاهميني؟ فنزلت طبعا ببصله مقطعاها كده شرايح او بشرنها، وبعدين ننزل لما تاخد لون بسيط كده سفاري ننزل طبعا بمعلقتين من الجزر، وبعدين طبعا ننزل بالبهارات بتاعتنا الورق اللوري والعود القرفة والثوم. اسمه توم ايه يا جماعة؟ الواحد تاه، اللهم ذكرني. الليمون المجفف، الواحد خلاص فصل، تاه. الاولاد مجنننا، حتى يعني الواحد كده سرح وهو بيتكلم. ذكروني كده يعني، ذكروني. نزلنا طبعا بالليمون المجفف ومكعبين من مرقة الدجاج. تمام كده. كلكم طبعا ستات بيوت شاطرة جدا، احنا لما بنعمل مش ان احنا يا جماعة يعني ايه، واحد اشطر من واحد، لا احنا بنشوف من بعض وكل واحد بيشوف طريقة التاني بيعمل رز مثلا طريقته ايه المفضلة فيه، دي طريقتي المفضلة. نزلنا بالمية المغلية طبعا، وبعد كده كنت غاسلة الرز بتاعي غسلة كده كويسة جدا، وبعدين نزلت بيه وشكرا على كده. هنغطيه بقى ونسيبه يتشرب مع نفسه، ونرجع نعمل اجمل طحينة ممكن تاكلوها. طحينة برضو بجيبها خام كده من عند العطار،
انا متعامله مع عطار، قلت لكم قبل كده في فيديوهات ليا قبل كده ان انا متعامله مع عطار بجيب منه الطحينه دي لانها مضمونه، هما بيعملوها بتبقى فعلا يعني سمسم صافي، فبحب اجيبها منه كده بالكيلو وعينها عندي في التلاجة واجر منها كل ما عاوز مثلا اعمل منها بقى الفول للمشويات كده يعني. جبت حوالي 3 4 معالق كده من الطحين الخام، نزلت بيهم بهارات بقى، معلقه بابريكا، معلقه كمون، معلقه توم باودر، معلقه بصل باودر، كوبايه من الزبادي. بجد كوبايه الزبادي دي بتفرق جدا، ممكن نستغنى عنها بس هي معايا بتفرق جدا، بتخلي قوامها متماسك وتحسي كده ان انت تاكلي كريمه لباني، بصراحه تحفه. فانا معتمده يعني الخطوه دي. ونعصر كمان نص ليمونه ومعلقتين من الخل، وبعد كده ننزل بالميه المغليه بتاعتنا او الميه اللي سبق غليانها، يعني ما ينفعش ميه من الحنفيه، لا، ميه من فلتر او ميه سبق غليانها. ننزل بيها كده ونبدا بقى نقلب فيها نقلب فيها، هتلاقي القوام معاكي بيتقل. كل ما بيتقل بقى عاوزه تخففي يعني بشويه ميه كمان خففي، لكن انا بحبها بصراحه تبقى تقيله كده وحلوه. فبصراحه زي ما انتم شايفين كده قوامها بيتكلم عن نفسها. مفيش اي مشويات طبعا او اي حاجه احنا بنعملها، شيش طاووق، كفته، فراخ مشويه، الا لازم اعمل جنبها الطحينه دي. اولادي بيحبوها جدا، يعني بيحبوها كمان عن السلطه، هما بيحبوا الطحينه جدا فبحب اعملها لهم. نزينها كده بقى طبعا بعود من الكزبره او عود من البقدونس، ونركنها على جنب عما نشوف الرز المفلفل بتاعنا الجميل قد ايه طعمه وريحته تجنن. شايفين اللون يا جماعه؟ بجد من غير زعفران ومن غير اي حاجه، هو بس معلقتين من بهارات ويلز بيخلوها جنان، ما بتحتاجيش اي حاجه تانية. نرجع بقى نجيب الشيش طاووق بتاعنا من الفرن، نشوف الوصفه طلعت معانا عامله ازاي. قولوا لي بقى انتوا في الكومنتات، بجد الشكل بيتكلم عن نفسه مش محتاج كلام. شايفين الجمال؟ شايفين يا جماعه؟ مستويه وجميله وطعمه، وبجد خطيره، بجد مش قادره اوصف لكم الجمال اللي انا كنت عاملاه ده. يعني ما بيشكرش في نفسه حد، بس انا بصراحه عجبتني الطريقه، الطريقه كانت طالعه معايا كويسه. زي ما بقول لكم الحاجه، شايفين بقى الخضار مستوي خالص ازاي؟ مستوي جميل. انا قلت لكم بقى ان انا بحب ان هي يكون فيها شويه ميه كده، يعني بحب مش حابين طبعا فيها ميه، عايزين بطاطس بس او الخضار بس، يحطوا نص كوبايه بس، نص كوبايه من الميه، ما يكتروش يعني، لكن انا كنت حاطه 3 4 كوبايه بصراحه. شايفين بقى الحاجه مستويه وجميله ازاي؟ استاهل بقى كام لايك؟ قولوا لي استاهل كام لايك؟ يعني انتوا كده محتاجه لايكاتكم الكتير خالص، شجعوني كده بلايكات كتير. شايفين عملت بقى طبق سلطه، يعني انا تعبت بصراحه، تعبت النهارده، فانتوا كده تشجعوني كده بلايكات كتير. واللي بقى في الكومنتات ايه رايكم في الوصفه بتاعت النهارده، ومستنيه تطبيقاتكم الجميله كالعاده. وانتظروني طبعا في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. ويا رب يكون فيديو النهارده كده خفيف على قلوبكم، واكون افدتكم لو بمعلومه صغيره. ما تنسونيش طبعا في لايكات كتير وكومنتات اكتر. اشوفكم على خير فيديو جديد، مع السلامه.